ليه يا صلاح؟ لا بجد والله انا عايز اعرف ايه اللي ممكن يحصل لما تتعاطف مع فلسطين. جمهور ليفربول هيزعل؟ طب ما دي جمهور ليفربول نازل بنفسه وبيعمل مظاهرات دعم وتأييد لاخواتنا الفلسطينيين، انت لا ليه؟ قبل اي حاجه عايزك تزق معايا الفيديو، لان انا الفتره اللي فاتت انا ما كنتش متوقف، انا كنت بنزل فيديوهات وبوستات لكن كلها كانت بتتحذف لان الفيسبوك شايف ان دي ما تناسبش المجتمع بتاعنا. فانا بعمل اللي عليا وانت زق من ناحيتك، وخلينا نرجع للموضوع تاني ونرجع لصلاح. نرجع تاني ونسال محمد صلاح ليه ما دعمش فلسطين؟ هيوقعوا عقوبه عليك؟ هيخصموا منك فلوس؟ هتتوقف كام مباراه؟ هيمشوك خالص؟ يا اخي ما انت عارف ان السعوديه وغيرها كانوا عايزينك باضعاف العقد اللي انت قاعد بيه دلوقتي في ليفربول. طب انت عارف بعد اللي حصل ده ممكن الاتفاق اللي حصل في الخفاء بينك وبين الاتحاد السعودي انك تروح النادي بعد الموسم ده ما يحصلش؟ صفحتك اللي نزلت من 17 مليون متابع ل 16 مليون ما اديتكش اي مؤشر ان الناس زعلانه؟ يعني محمد صلاح بعد المجد ده كله والسنين الخبره دي كلها مفهمني ان انت ما تعرفش ان المجد بره الملعب مش في الملعب؟ راجل بحجمك كده جوه الفريق ويعتبر نجم الفريق الاول مش عارف توصل لاتفاقيه معاهم انك تعمل بوست دعم لفلسطين زي ما عملت بوست لملكه انجلترا؟ كلنا لازم نوصل الفيديو ده مش لصلاح بس، لاي واحد لسه متردد انه يوصل صوت اخواتنا. يا صلاح الناس في غزه ما عندهمش ميه حلوه يشربوها، الوقود في المستشفيات خلص والنور قاطع، مفيش كهرباء، يعني مفيش عنايه مركزه، مفيش حضانات للاطفال. يا اخي بنحبك وربنا بنحبك، بس اخواتنا واخواتك بيموتوا في غزه، غزه بتبات حرفيا والله. كل واحد مؤثر في السوشيال ميديا او غيرها لو ما اتكلمش دلوقتي هتبقى ايه لازمته؟ ليه بقى مصر مش عايزه تفتح المعبر بتاعها الرفح؟ ده كله هقوله لك بس مش الفيديو ده، الفيديو ده لمحمد صلاح بس، يا رب يوصل.